انكسرت الحلقة، لكن المرأة اكتشفت أنها تستطيع نزع الغطاء المعدني بيديها. شعرت بشيء ما، فنظرت إلى الغطاء الذي كانت قد حاولت فتحه من قبل، فصنعت بعض الثقوب وأخرجت شريطا من القماش، وبسكين فتحت الشق قليلا بما يكفي لتمرير القماش من خلاله حتى تتمكن من سحب الغطاء إلى الأعلى. أمسكت القماش بقوة، وباستخدام وزن جسدها وقوة ذراعيها شدت بكل ما أوتيت من قوة، ولدهشتها انفتح الغطاء المعدني قليلا. شجعها ذلك أكثر، فواصلت الشد حتى تمكنت من فتحه بالكامل، ولأول مرة منذ أيام شعرت بضوء الشمس وانفجرت بالبكاء. كانت تتمنى أن يشعر طفلها حديث الولادة بالشمس أيضا. ثم احتضنت طفلها وخرجت من الحاوية، لكن ما رأته كان نوعا آخر من اليأس. كانوا يطفون في وسط المحيط، ولا أرضا ولا سفن في الأفق. في تلك اللحظة أدركت أنها يجب أن تكون قوية، فعلى الأقل هي وطفلها قد رأيا الشمس. رمت حفاض الطفل المتسخ في البحر، ولدهشتها جذب رائحته الكثير من الأسماك. امتلأت بالأمل، فبحثت عن قضيب معدني لتستخدمه كحربة، لكنها لم تنجح في اصطياد أي شيء، وفي النهاية سقطت منهكة. وفجأة رأت طائرة في السماء، وعرفت أن تلك فرصتها للإنقاذ. عادت مسرعة إلى الحاوية، حطمت التلفاز وأخرجت قطعة من الزجاج، وخوفا من ابتعاد الطائرة أسرعت بالخروج، لكنها جرحت إبهامها وتحملت الألم ورفعت الزجاج ليعكس ضوء الشمس ويجذب انتباه الطائرة، لكنه كان فوقها مباشرة ولم يصل الضوء إلى النوافذ. عندها تذكرت ساقها المصابة، فعادت إلى الحاوية ومزقت قطعة قماش لاستخدامها كضماد، ونزعت بعض أسلاك النحاس وشربت قليلا من الكحول لتعقيم الجرح. ثم وهي تتحمل الألم خاطت الجرح بسلك النحاس، وعندما استيقظت لم تسترح، بل استخدمت أسلاك سماعات الرأس لنسج شبكة بدائية. في اليوم التالي خرجت مرة أخرى، وألقت الشبكة في الماء ووضعت حفاض الطفل فوقها، ولم يمض وقت طويل حتى اصطادت سمكة كبيرة. وفي اليوم 15 من احتجازها تمكنت أخيرا من أكل شيء طازج، ورغم أن لديها طعاما كافيا قررت بعد تعافيها مغادرة الحاوية التي بدأت تتسرب منها المياه. ومنذ ذلك الحين نجت هي وطفلها باستخدام طوف خشبي صغير فقط. قضت الليل كله تنقل المؤن وهي منهكة، وعندما رفعت رأسها رأت نورسا على وشك الهجوم، فأمسكت بسرعة ببقية السمكة وقدمتها له، آملة أن يترك الطفل بسلام. في تلك اللحظة لاحظت صيادة كانت قريبة تجمع النوارس، فطلبت من والدها الاقتراب بالقارب. وعندما اقتربوا من الطوف شعرت الصيادة أن هناك أمرا غير طبيعي، ومعا رفعان الطوف إلى القارب. رفع الأب الغطاء بحذر وتجمد في مكانه. عندما رأى طفلا نائما في الداخل شعرت الصيادة بشيء يشد حبلا على الجانب، فسحبته بكل قوتها آملة إنقاذ أحد. وأخيرا تم إنقاذ الأم التي كانت قد تائهة في البحر لمدة 21 يوما. وحاولت الصيادة بيأس إجراء التنفس الاصطناعي لها، وأخيرا سعلت المرأة ماء البحر وكانت على قيد الحياة.